بكم جيتكم بتحلية الفراولة بجنواز خفيف بنين ساهل. نقول لكم غير جربوها واكيد اكيد راح تعجبكم. نروح لطريقة التحضير. بسم الله. نحتاج في الجنواز تاعنا بيضة، ربع كيس سكر خشين نحطوه مع البيضة تاعنا، نضربها بالباتشور بيان. بعد ما يطلع لنا البيض تاعنا والسكر نضيفوله ملعقة ونص كبيرة نشا، نضيفوله 3 ملاعق كبار ونصف معمرين فارينة، نضيفوله نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات عفوا، نضيفوله 3 ملاعق ماء نخلطو، نضيفوله ملعقة كاكاو بودر نخلطو، نجيبو المول تاعنا ونحطو فيه لاجينواز، وقادر لاجينواز هذا يجيكم في المول 30×30، مش المول اللي درت فيه انا، قادر يجيكم في 30×30، تستعملوه في 30×30. بعد ما نحطو الجينواز تاعنا نطيبوه في الفور. نروحو هنا نحضروا الكريمه تاعنا اللي نحتاجو فيها كاس حليب، نحتاجو فيها 2 ملاعق كبار ونصف نشا، نحتاجو فيها نصف كيس فلان ذوق فريز، نحتاجو فيها لاروم تاع الفريز اذا متوفر عندك تقدر يستغني عليه، نحتاجو فيها 2 ملاعق كبار سكر، نخلطو بارد في بارد، نحطوها على نار هاديه ونبقوا نحركو لين كي تعقد لنا نحطو نصف ملعقه كبيره زبده، نخلوها لين تبرد. هنا نكونوا ضربنا كريم شانتي تاعنا، كي تبرد نضيفوا لها كميه من الكريم شانتي ونخلطوا ونضيفوا لها فريز كنا قطعناه. بعد ما تحضر لاجنواس تاعنا وتبرد نفرغوا فوق منها الكريمه اللي كنا حضرناها، ندخلوها الكونجيلاتور. وهنا نجيبوا ماء ونجيبوا نصف كيس تاع الفلان تاع الفريز اللي بقالنا، نحطوه بارد في بارد، نحطو معاه ملعقه صغيره نشا، نقصوا النار تاعنا ونخلطوا الخليط يثقل لنا شويه. بعد ما تبرد لاجنواس تاعنا ويبرد الخليط اللي كنا حضرناه ذوق الفريز، نفرغوه فوق الكريمه اللي كنا حضرناها، ونزينوا بالفراوله مقطعه ولا كريم شانتي. صدقوني بنتها رائعه رائعه جدا. تحطوها تبرد في الثلاجه وتقطعوها. ما بقى لي غير نقول لكم بون ابيتي. ما تنسوناش في لي جيم لي كومونتير، ابوني للقناه، ما تنساوش تبارطاجوا رابط القناه لصحاباتكم حباباتكم فاميلتكم، وسلام.